بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في عالم الطيور 24. مرحبا بالناس القدام اللي متبعين القناة ديالنا، المتتبعين والمتتبعات الأوفياء. الشكر للجميع في المغرب وخارج المغرب، وكذلك الإخوة الأشقاء العرب. والناس اللي انضمت للقناة ديالنا جداد، مرحبا والف مرحبا، والدار داركم. ونتمنى من العلي القدير انكم تلقاو هذاك الشيء اللي بغيتو ان شاء الله الرحمن الرحيم. واللي ما مشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد ان شاء الله. وما تنسوناش من التعليقات المحفزة ديالكم. وكما كنقول لكم دائما، ها الرقم ديالي للتواصل، اللي بغى يسول على شي حاجه راه مرحبا والف مرحبا، راه نجاوبوه سواء في ميساج ولا ابيل، ولا نجاوبوه على شكل فيديو باش تعم الفائده ان شاء الله الرحمن الرحيم. وعلى ذكر التواصل، واحد الاخت دابا شي 3 المرات وهي كتقول لي هضر لينا على تربيه الكتاكيت وكيفاش كتستقبل الكتاكيت وكل شيء. المهم انا الفيديو كامل درته على الكتاكيت، ونتمنى انها توصلها كل المعلومات اللي غندير. اول حاجه، انا راني كنعتمد في التربيه ديالي ولا في التفقيس على التفقيس الطبيعي. يعني التفقيس الطبيعي، التفقيس الطبيعي عنده بزاف د الحوايج وانا كنلقى فيه راحتي. انا جربت الفقاسه ولكن ما عطاتنيش هذاك الشيء اللي بغيت، وما لقيتش فيها حتى يعني لو بليزير ديالي. يعني هذاك الشيء اللي النشوه ديالي في التربيه ديال الدواجن ما لقيتهاش اكثر من التربيه الطبيعيه. انا اول حاجه عندي الدجاج ديالي اللي كيقرق على البيض، يعني كنكون مرشح واحد الدجاجات اللي بحكم التجربه وداك الشيء كنكون عارفهم، وهما اللي كنقرق عليهم الدجاج. يعني كما كنقولوا بالدارجه الدجاجات كيكونوا صالحين. يعني كتعرف كيفاش كتقرق، كتعرف كيفاش كتقلب البيض، كتحتضن البيض مزيان، كتعطيه الحراره الكافيه ديالو، وكتكون النتيجه الحمد لله يعني مرضيه. الا كان البيض مخصب وداك الشيء، يعني اللي الدجاجه اللي عليها راه كديروا والكمال على الله. مساله اخرى يعني اللي في هذا الانتخاب الدجاجات اللي كيكونوا صالحين، كتنحاول ما امكن. يعني بحكم التجربه ديالي حاولت، كان عندي واحد الخليط ديال الدجاج الاقرع ولا الجينواز ولا الكوني كيقول يسموه، وزاوجته مع البراهمه. كما كتعرفوا البراهمه عندها صفات وراثيه ديال القراق، كتقرق يعني من الدجاج اللي كيقرق، وكذلك الدجاج عاري الرقبه. يعني الفلالس اللي غيعطونا راه غتكون عندهم هذه الصفه الوراثيه ديال القرق، انهم غيقرقوا. شنو هو كيعطوني واحد الحجم كبير، تقدر الدجاجه تقرق على 18 بيضه حتى ل 20 بيضه. هادشي علاش انا حاولت ندير هاد التجربه، والحمد لله خرجت تجربه ناجحه، وكانوا هذوك الدجاجات حاضنات البيض بامتياز، وكذلك كيحاضنوا على كميه كبيره ديال البيض، زياده على حتى في التربيه ديالهم انهم كيربوا دوك الفلالس كما يجب، كيعطوا الرعايه الكامله للدجاج ديالهم وكيدافعوا عليه وكل شيء، وساهلين في نفس الوقت. هذه المساله الاولى يعني اللي كنهضروا عليها في هذا التفقيس ولا التحضين الطبيعي. المساله الثانيه انني كنختار البيض. عندنا البيض كيكون مخصب، ونجيبو من جهه اللي يكون مخصب. هي راه بعض المرات شي حاجه اللي ما كتكونش مخصبه، ولكن راه الله غالب. هذاك الشيء اللي كتب الله. وفي المشروع ديالي انا راني بديت بحال هكا، وراني حاولت انني ندير الفيديوهات ديالي كلهم من البدايه. يعني انني باش كبرت المشروع ولا باش كبرت هذه الهوايه ديالي بهذه القضيه. انا كنت في الاول انا كنشري البيض من عند الناس، كاين اللي كيخرج كاين اللي ما كيخرج.
انا بالنسبه ليا البيض راني عازل السلالات، كل سلاله بوحدها. وراه هذه المره ان شاء الله الرحمن الرحيم المقبله غنحاول يعني اجابه على بعض التعليقات ديال الناس انني نصور لهم، خصوصا انني دركايا المزرعه ديالي الصغيره انني في طور الاشغال والاصلاح وداك الشيء كنصلح، وغنوريها لكم في الحله الجديده ان شاء الله الرحمن الرحيم. انا مسيطاري كل واحد بوحدو، يعني كنحاول نطور من راسي. الا تشتو حتى هاد الفيديوهات اللي هما غادي متواصلين انهم راه كاينين من الاقدم، من الاجدد للاقدم. راه كل مره كنطور راسي، يعني ملي غتشوفوا الفيديوهات في الاخر راه غتشوفوني كما كنت خدام في الاول، ماشي بحال كما خدام في الاخر. وكما سبق وقلت لكم في الفيديو الاخر، خاص الواحد انه يطور من المعارف ديالو، يقلب، يسول، يسقلت الموهبه ديالو، يحتك بتجارب الناس الاخرين. المهم خاصو يعمر ويسول ويقلب باش يطور من الذات ديالو الا بغى ينجح في هذا المشروع ديال تربيه الطيور ولا الدجاج بصفه خاصه. هضرنا في الاول على انتخاب الامهات اللي غتقرق. ثاني المساله الثانيه هضرنا على البيض اللي غنوجدو، انه خصو يكون مخصب ويكون البيض جديد. يعني حين باش كنعرف واحد القضيه، كل بيض كل مقدام كل ما نسبه التفقيس كتهبط. يعني البيض ديال من يوم حتى 7 ايام كتكون نسبه التفقيس كتكون عاليه، من 7 ايام حتى 14 يوم كتنقص ل 50%، وفوق 15 يوم راه كتنقص ل 30-20%. هذه مساله خاصكم تعرفوها. المساله الثالثه ثاني على حساب المناخ، الا كان الصيف راه البيض كيخسر دغيا، كان الحال البارد راه كيدير. كاين ثاني المساله الثانيه ان الدجاج البيض ديالنا ملي نكونوا بغينا نحطوه باش نفقسوه، يعني التخزين ديالو خاص الا كنتي حاطو في البلاطوات تحط الراس الرقيق تحطو لتحت، ولا تحطو فوق شي تبن ولا شي حاجه، ومره مره تقلبو، يعني ما يبقاش غير محطوط جامد بحكاك، يعني راه كيقلل من امكانيات التفقيس ديالو. هذا ملي نكونوا حاطينو للتخزين قبل ما نحطوه للدجاجه. المساله الثالثه هي تحضير العش للدجاجه. انا كنحاول ندير ما نقرقاش على النجاره، نحط ليها شي تبن ولا شي حاجه، كندير الرماد، نحاول الصندوق اللي حطيتها فيه يكون الجوانب ديالو على البرد وداكشي باش يبقى العش مجموع. المساله الثانيه انني كندير الرماد، في الرماد كنديرو مع داك العش، وكنحاول ندير العشبه ديال المروت، لان ديك العشبه ديال المروت مع ديك السخونيه والميديتي راه كتطلق هذيك الماده اللي كتحاول تحمي هذاك البيض، كدير ليه تطهير او تعقيم، وكذلك كتحافظوا من تكاثر، هي الرماد من تكاثر البكتيريا هذوك الطفيليات وداكشي اللي كتكون بحال القميله وهذه المسائل الاخرى. حتى لهنا مزيان نكون حاطها في شي بلاصه اللي ما يكونش فيها البرد وما يكونش فيها الصهد وكل شيء. نوجد الدجاجه ديالي الماكله ديالها والشراب ديالها، ونحاول نبدلهم باش حتى هي تلقى صحتها وداكشي، ماشي نحط لها الماء تكون خانز ولا شي حاجه وتولي مريضه وميته ليا على داك البيض. انا غنصدق ما درت حتى شي حاجه، يعني خاصني نحافظ حتى على حد الدجاجه الحاضنه وتكون عندها القوه انها باش كتكمل هذيك المده ديال 21 يوم اللي كتكون عند الدجاج. يعني الدجاج كامل سواء ديال الديكور سواء كله كيكون عنده 21 يوم. البط كيفوت حتى 32 يوم، بيبي 29 يوم كيفقس، القوري كيوصل حتى 36 يوم، الحجل 18 يوم. يعني هذه مسائل اللي خصكم تعرفوها. من بعد الفقس خصني نجي نبقى نراقب الدجاجه ديالي. هاد الدجاجه كيفاش ملي توصل مثلا 20 يوم نبدا نشوف نقار البيض، هذه خرجت كاين شي مشكل عند شي واحد تعسر عليه، مثلا نشفت عليه البيضه ولصقت عليه ديك الجلده، نحاول نساعد شويه. هاد المسائل كامله خصني نديرها وتكون المراقبه في ديك الايام الاخيره باش انني نربح البيض ديالي كامل يكون فقس باذن الله وما يكونش عندي الكسور. حتى لهنا مزيان، حنا هضرنا راقبنا شفنا، اللهم بارك وزيد في ذلك.
خرجوا لنا الكتاكيت ديالنا خارجين بصحه جيده، انني نوجد لهم المكان اللي غنحطو، نكون معقمو يعني سلفا، نكون داير مثلا غاسل البلايصه بجافيل وشويه الكريزين، نقيها مزيان، ولا كاين اللي كيدير ديك البيكربونات يغسل بها، نكون مجيرو، نحط واحد الفرشه ديال النجاره ليهم تما تكون نقيه. الساعات الاولى ديالهم 4 السوايع الاولى حتى 6 السوايع الاولى كنستقبلهم بالماء وكندير فيه شويه العسل، واللي تعذر عليه العسل يدير السكر، يكون ماء محلى، يعني نخليهم واحد 4 السوايع يشربوا، وراه باقي عندهم داك المخزون ديالهم ديال الصفار ديال البيض، راه باقيين عايشين منه. المهم نحط لهم ديك الميها ونخليهم. من بعد ديك 6 السوايع اللي كنحاول نحط لهم العلف رقم 1، يعني بالناس اللي ميسر ليهم هذا العلف راه ديال الديماراج، كيخلي الفركوس ولا الكتكوت انه يديماري معنا دغيا، يلقى فيه صحيحته وكل شيء. هادشي انا باش كنستقبلهم. اللي ما عندوش يحاول يدير السميد يكون مفور ويكون رقيق، ولا كل واحد وعلى حساب الامكانيات اللي عنده. نتفادى الناس اللي كتقول لي نشد نرطب لهم الخبز ونعطي لهم، لا ما تعطيهمش الخبز ترطبو تعطيه ليهم، ما تعطيهمش القمح كذلك واخا يكون مفرشش وداكشي ما تعطيش ليهم. هادو هما المسائل. الناس اللي غتعطي مثلا الديماراج، بالنسبه ليا انا راه كاين اللي كيخلي الديماراج واحد المده، انا ما كنفوتش فيه شهر، وفي داك الشهر يعني في السيمانه الاخرى قبل ما يكمل شهر كنبدا ندخل اعلاف اخرى معاه. هاد الاعلاف شنو هي؟ كنبدا ندير ليه النخاله فيها واحد الخلطات اللي راني هضرت عليهم في الفيديوهات قبل وشرحتهم ووريتهم، يعني مفصلين، وكنحاول نزيد فيهم بعض الاعشاب اللي كيكون البريفونتيف، يعني حتى الفلاس ديالي ما كيمرضوش. انا ما كندير لا فاكسان لا والو في هاد التربيه، والحمد لله انني راه 6 سنين ولا 7 سنين بحال هكا راني غادي بهذا الشيء، ولا اللهم لك الحمد. الكتاكيت ديالي حتى وصلوا لمرحله الانتاج وكل شيء، يعني في صحه جيده ولله الحمد، وعندهم مناعه قويه. من بين الاعشاب اللي كنركز عليها واللي تبقى ديرها ليهم على الاقل مره في الاسبوع هو الكركم، سيرتو الفلالس راه مفيد لهم جدا. يعني نشد واحد المعلقه صغيره ديال الكركم، اي الخرقوم عرق، وكل واحد كي كيسميه. الكركم راه يعني كل شيء الدول العربيه غتعرفوا. كنديروا لهم في اطرو ديال الماء ونحركو مزيان، ونحاول نعطيه لهم يشربوه واحد النهار، ومن بعد نخوي الشرابه ديالي ونغسلها ونعاود ندير لهم ماء عادي. المساله الثانيه انني كنتفادى الماء ديال الروبيني او الحنفيه، لانه كتكون فيه واحد النسبه ديال الكلور. الناس اللي انا بحال كنخدم بالماء ديال البير راه طبيعي، والناس اللي كيتعذر عليهم انهم يديروا ماء طبيعي ما فيهش الكلور، يحاولوا يشدوا داك الماء ديال الروبيني ولا الحنفيه ولا كل واحد كي كيسميه، يديروا في واحد الاناء اللي يكون ديال الطين ويبات فيه، ولا غد يعطيه منه، سيرتو للكتاكيت، يعني باش يحافظوا لهم شويه على الجهاز الهضمي ديالهم وعلى ديك التاثيرات ديال الكلور اللي كتكون في الماء ديال الروبيني. من بين الحوايج اللي كنعطي للكتاكيت ديالي انني سيرتو مني كنبغي نبدا ندخل لهم اعلاف اخرى، انني كنحاول ندير لهم الخل ديال التفاح. واللي بغى يعرف الطريقه ديال تحضير خل التفاح الطبيعي بدون اخطاء يشوفها، راني لايحه في فيديو عندي اللي بغيت، ولكن الحمد لله الناس راه كتعرف وكل شيء. يدير الخل ديال التفاح خصوصا ملي كيبغي يبدا يدخل اعلاف اخرى عوض مضاد السموم. كذلك من الحويجات اللي كندير انني مره في الاسبوع كنحاول ندير مقدار حامضه صغيره كنعصرها في اطروه الماء، وكنحك معها واحد 2 ضروس ديال الثومه، يعني ونعطش الفلالس ديالي. اون فوا يشربوا هذيك الماء نحس بهم شربوا منه داك الشيء، نحاول انني نحيدو وندير ماء اخر يكون صالح.
من الحويجات ثاني اللي كندير في الخلطات، كنخدم بالزعتر اللي كنقطعو مزيان، المعدنوس ولا البقدونس كما كيسموه الاخوه العرب، حنا كنسموه معدنوس عندنا يعني بالدارجه المغربيه. كنقطعو حتى هو وكنحاول نخلط معاه النخاله، نخلط معاه الروز من بعد ما كنكون سلقته. نقدر ندير لهم حتى البيض مسلوق خصوصا في الديماراج وكنحكو مع داك الشيء والقشور ديال البيض. يعني هذا الشيء كل شيء كيكون مفيد للكتاكيت ديالي باش نحافظ على الصحه ديالهم وتكون عندهم واحد المناعه قويه. وكاينين مسائل اخرى راه كنخدموا بهم بحال القرفه بحال هذه، راني هضرت عليهم في فيديوهات قبل، واللي بغى يرجع راه غادي يلقى. ومازال في المستقبل ان شاء الله الرحمن الرحيم غنحاول نجدد معكم داك الشيء ونذكر باش تسهل القضيه ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغنحاولوا ندخلوا وصفات جديده ولا خلطات جديده. حتى لهنا راه انا شهر كنحاول نعزل الدجاجه على الفلالس ديالها وكنخليهم يعتمدوا على روسهم. كنخرجهم للتراب باش يشوفوا الحاجيات ديالهم وياخذوا الحمام ديالهم الترابي وكذلك الشمس. خاص الشميشه ليهم، خاص التهويه، النظافه، ثم النظافه اللي هضرت عليها في فيديوهات قبل، لان النظافه هي الاساس، والمراقبه كذلك، انني ندخل نشوف الفلالس ديالي، نشوف الخروج ديالهم كي داير، نشوف عينيهم واش كاين فيهم شي افرازات، نحاول نهز مره لا باين شي فلوس ماشي هو داك، نشم الرائحه ديال الفم ديالو، نشوف الحنظوره ديالو واش كيهضم ولا ما كيهضمش، حيت بعض المرات كيوقع لك انتفاخ فيها. يعني كاين بزاف المسائل الا ما كانتش المراقبه عندك ومحتك بالدجاج ديالك وكتشوفه يوميا وكتراقبه، راه ما نظنش انك تلقى النتيجه اللي بغيتي. المهم حتى لهنا راه حاولنا نهضروا يعني باستفاضه على كيفاش نربي الفلالس ديولي يعني، وسيرتو بعض السلالات اللي كتنضج بكري. نحاول سيرتو الفيومي وداكشي ملي كيفوت واحد 3 اشهر نحاول نعزل الديوك بوحدها، لانهم كيأثروا ليا على العتوقات، كيبداو ينقبوهم وكيتناقبوا معاهم. وعلى هذا ملي كيولي يتناق شي كينقب شي، كنخاف من هذه العمليه هي ديال الافتراس، حيت ان فوا ينقبوه يبان لهم الدم عرف ان داك الفلوس راه مات. وهاد الافتراس اش كيديروا الاماكن الضيقه. شفتوا في الاول راه كان عندي اماكن ضيقه يعني بحكم انهم باقيين صغار ومع امهم وداك الشيء وحاضناهم وداك الشيء، ولكن ملي كيبداو يكبروا شويه كيفوتوا عمر الشهرين، يعني خصني نتيسع عليهم المكان وتكون عندهم واحد الحريه، واحد يكونوا ليبر انهم يدوروا كل شيء، ما ينقبوش بعضياتهم، عندهم فين يفركلوا، فين يهبشوا، فين هادي. نبدا ندخل لهم شويه الاعشاب الخضراء لانها حتى هي كتساهم في التركيبه ديالهم. مره نهزهم نقلبهم واش فيهم القميله، فيهم القراد، فيهم شي حاجه، ولا كانت شي حاله مرضيه نحاول نعزلها على القطيع باش ما يتعاداش ليا كل شيء. وإلا تميتوا تبعتوا هذه النصائح كامله كونوا على يقين تام انكم غادي توفروا على واحد القطيع اللي غتخدموا به بكل اريحيه، غتكون عنده مناعه قويه، غتكون عنده سميتو بنيه جسميه قويه، وغادي تخدم به وانت مرتاح. هذا الشيء بحكم التجربه ديالي، انا راه كنحاول ما امكن انني نتفادى الادويه البيطريه ولي فاكسان وداك الشيء، لانني كندير كنربي، كنفقس طبيعي، كنربي طبيعي، كنبغي نبقى هذاك الشيء عندي طبيعي. نتمنى انني نكون جاوبت على التساؤلات ديالك الاخت اللي صيفطت لي تعليق شحال من مره، ونتمنى انك تنجحي في مشروعك ديال تربيه الدجاج. الحاجه اللي غنهضر عليها انا راه بحال هكا وبهذه الطريقه اللي شفتوا، راه حاولت نجمع فيديوهات مختلفه وما لقيتش، ما درتش كل شيء. راه هذا الشيء باش كبرت المشروع ديالي، وهذا الشيء باش كونت القطيع اللي انا خدام به، يعني بطرق بسيطه، ولكن كل شيء على المراقبه والنظافه والاحتكاك. ونسقل التجربه ديالي واستفدنا من الناس الحمد لله اللي وراونا وعلمونا
وتعلمنا منهم الشيء الكثير، وحنا حنا كنحاولوا نقلوا التجربه ديالنا لناس اخرين، وكنتمنوا انهم يستافدوا منا. وعلى ذكر هذه الاستفاده، والله الا في مواقع التواصل كنت بغيت نشري شي دجاج، واحد الكوبل ديال الاسترالو بالرمادي، ولقيت واحد السيد وتبايعنا وتشارينا، ومني دزنا ابيل تليفونيك يعني واحد المكالمه هاتفيه، ويقول لي اسمح لي الاخ ديالي، بغيت نسولك واش انت عندك شي قناه في اليوتيوب؟ قلت له عندي قناه في اليوتيوب. قلت له قال لي سميتها هذا وهذا، راه انت حاط فيها الفيديو هذا وهذا الفيديو؟ قلت له قال لي راه من الصوت ديالك عرفتك. قال لي انت كنتي السبب ديالي باش دخلت لهذا الدومين ديال تربيه الدجاج، وراه انني كنستافد من التجارب ديالك وكنتبع داكشي اللي عندك حتى بالحذافير ديالها، وبسببك وبسبب الله، الفضل كيرجع لله، انني تعلمت منك بزاف د الحوايج، وانني وليت هاوي وغادي للاحتراف في هاد الدومين. وفرحني في حقيقه الاعتراف ديالو، وفرحت بزاف لانني ملي كنلقى شي واحد كيستافد مني، وشحال من واحد راه ماشي هذا، الناس كيسولوني وانا على يقين تام، والناس راه كتصنت ليا دابا، راه كاع اللي عيط ليا في الهاتف، راه الهاتف ديالي درتو تما، وبغى يسول على حتى شي حاجه، راه ما يشري من عندي ما حتى شي حاجه، وبغى يسولني على شي حاجه، يكون على يقين تام انني غنبقى نشرح ليه بشكل مستفيض حتى يقتنع، وحتى توصل ليه الفكره، ونبقى متبع معاه على حسب داكشي اللي كنعرف. راه فوق كل ذي علم عالم، راه حتى انا ما كنعرفش كلشي، راه باقي كنستافد من الناس وكنقلب وكنحتك بناس اخرين باش نسقل التجربه ديالي والمعرفه ديالي في مجال الدواجن. انا الحاجه اللي كتبقى فيا ان الناس كيتبعوني كيهضروا معايا في التليفون، ولكن كيبخلوا عنا بالتعليقات ديالهم وبالاعجابات ديالهم والبارطاج باش تعم هالفائده باش الناس اخرين. راه حنا هاد سميتو راه ما مدين منه حتى شي حاجه، راه واخا تقولوا كتشوفوا هاد الفيديوهات وهذا الشيء كلشي وكتقول بعض المرات المشاهده طالعه، انا بعدا راه باقي الان راه داك الشيء محتشم للغايه، ولكن دق فينا هاد الفيس اننا نبارطاجيو التجربه ديالنا مع ناس اخرين باش يستافدوا وبدورهم حتى هما يفيدوا ناس اخرين. نتمنى انكم تدعموا القناه بالضغط على زر الاعجاب، وكذلك البارطاج والاشتراك في القناه باش يبقى، وتفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد، باش تستافدوا وتفيدوا ناس اخرين ان شاء الله الرحمن الرحيم. والدال على الخير كفاعله، راه حتى ملي كدل واحد اخر، حنا راه ما كنديروش شي حاجه شي محتوى اللي خارج الاطار ولا خارج الاخلاقيات ولا شي حاجه، راه محتوى زوين نقي، تصنتوا لي وليدات، يتصنتوا لي ناس كبار كل شيء، وعندي متتبعين صغار والله العظيم، الى بعض المرات كنتلاقى بهم، عندي متتبعين مراهقين اللي تبعوني وعجبتهم هذه الهوايه وحاولوا انهم يعمروا الفراغ ديالهم لانها هوايه زوينه، وكنكون فرحان ملي كيقولوها ليا، كيقول لي راه والله لا بسببك ولات عندنا واحد الهوايه اللي معمرين بها الوقت ديالنا. ونتمنى منكم انكم تستافدوا مني، واللي عنده شي راي يقولوا لي بكل صراحه، راني كنتقبل الراي والراي الاخر، ونستافد من التجارب ديالكم حتى نتوما. ورا الرقم ديالي راه 24 ساعه على 24 ساعه موجود. غادي درك ندوز للشق المادي. الناس اللي كتبغي حاليا راني متوفر على البيض المخصب باذن الله ديال سلالات حره كالاسترالوب الاسود، الاسترالوب الرمادي، السوسيكس والامروك، اللي هي سلالات ثنائيه الغرض، اللحم والبيض. وكذلك عندي سلالات اخرى ديال الزينه، الناس اللي كتبغي الزينه، كاين الفونيكس، كاين البادو، كاين المهرج الاسباني، وكاين كذلك البانطام والبراهما. وحتى اللي بغى خليط اللي انا ما كنعتبروش خليط ديال السلالات، يعني كاين عندنا فرارج ديال السوسيكس، الدجاج الاقرع، كذلك الامروك والاسترالوب اللي مع الدجاج بلدي. وكنحاولوا اللي بغى هاد الهجين راه مرحبا والف مرحبا، يتواصل بالرقم ان شاء الله الرحمن الرحيم. والتوصيل كنتمنوا انه يكون متاح، الا ما كانش راه كيكون واحد لي سكال حتى لكازا وكيمشي للبلاصه اللي غادي ليها.
توصيل كاين لاكادير، اسفي، مراكش، سطات، الدار البيضاء، الرباط، سلا، حيت انا كنتواجد باليوسفيه والترونسبور عندنا محدود شويه، ما كاينش، ماشي مدينه كبيره اللي غنقول لك الترونسبور كاين لجميع الجهات. كيسعدني الاتصالات ديالكم، الميساجات ديالكم، التعليقات ديالكم هي اللي كتحفزني وكتخليني انني نزيد لقدام. مرحبا بكم مره اخرى في قناتي وقناتكم عالم الطيور 24 للافاده والاستفاده وتبادل الافكار والتجارب ديالي وديالكم. واللي عنده شي حاجه وبغاني نبارطاجي عليه مرحبا والف مرحبا، وعواشركم مبروكه وكل عام وانتم بخير. راه اللي ما كيبغيش الخير لخوه راه ما عمرو غيكون على يقين التام انه يوصل، واللي كيغش خوه عمرو ما غادي يوصل. الحمد لله تعاملنا مع ناس، مع دكاتره، مع اساتذه، مع معلمين، مع بياع وشرايه، مع تلامذ، مع يعني جميع الطبقات تعاملنا معاهم يعني في هذا الدومين وعرفناهم. وهذا الدومين راه كيعلم الصبر وكيعلم الثقه في النفس وكيعلم كذلك التعامل مع الاخر والصدق والنيه. راني طولت شويه الفيديو ولكن نتمنى انه يكون مفيد. ما بقى لي خوتي خواتاتي الا نودعكم في امان اللقاء بكم ان شاء الله في فيديو مقبل. ونتمنى هذا الفيديو يلقى حقه كما جهزته، يعني في المشاهده والبارطاج واللايكات وكذلك التعليقات. نتمنى من كل واحد شاهدوا ما يبخلش علينا بهذه المسائل ويبارطاجي مع الناس اخرين باش تعم الفائده. المشروع الا خدمتيه راه كيعطيك، ما خدمتيش ما غاديش يعطيك. كنتي 100% معاه راه غيكون هو 100% معاك. هاك ورا راه هادشي كما كيقولوا راه ما فيها حزاره، عطيتيه يعطيك، ما عطيتيهش ما غاديش يعطيك. ما نطولش عليكم ونخليكم مع الصور. هادشي راه كله غير تجارب ديالي مع الكتاكيت ديالي، ما حاولتش ندير كلشي داكشي كتير وطويل وداكشي، ولكن نتمنى انني في مره اخرى نحاول نجمع لكم باقه كامله ديال التفقيس الطبيعي ان شاء الله الرحمن الرحيم، وتستافدوا مني ان شاء الله الرحمن الرحيم، وكذلك انا نستافد منكم، والله ييسر الامر للجميع. وشكرا ليكم مني كتحملوني ومني كتشاهدوا الفيديو، وخصوصا حتى لهذا الوقت، حتى لهذا فين وصلت دابا. ما عليا الا نشد على ايديكم ونقول لكم بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، الله يعطيكم صحيحتكم وعواشركم مبروكه، والله يدخل عليكم هذا رمضان بالصحه والسلامه ان شاء الله. اللهم بلغنا اليه لرمضان ما نكونوا لا فاقدين ولا مفقودين. واللي مريض الله يعطيه صحيحته، واللي مسجون الله يطلق سراحه، واللي شاد شي طريق الله يوصلوا على خير، واللي باغي شي حاجه من حوائج الدنيا الله يقضيها ليه، واللي كيبادي هذا المشروع الله ييسر ليه ويسر ويسهل عليه ويلقى ان شاء الله الرحمن الرحيم باذن الله التسويق وداك الشيء. راه هادشي كلشي بالخدمه، رانا ما خدمتيش ما غتوصلش. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى فيديو مقبل ان شاء الله. كملوا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله، ونشاهد تعليقاتكم ان شاء الله اللي غتحفزني وتخليني نزيد لقدام.